أكدت مؤسسة المغرب الخاصة بالجالية المغربية بتركيا أن اللاعبين المغاربة المحترفين بالدوري التركي بخير بعد الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين، وأنها تتواصل منذ فجر اليوم الاثنين مع سفارة المملكة المغربية بأنقرة للإطمئنان على الطلبة والعائلات المغربية المقيمة في المناطق المتضررة. المؤسسة وضعت أرقاما هاتفية خاصة بالخلية التي أنشأتها السفارة المغربية بتركيا من أجل التواصل مع المغاربة المقيمين بها. فيما تساءل الجمهور المغربي عن مصير اللاعبين المغاربة المحترفين بتركيا، ليخرج اللاعب أيوب الكعبي ويطمئن الجمهور عبر خاصية ستوري كتب فيها: الحمد لله، أنا وعائلتي بخير، دعواتكم معنا والله يحفظ الجميع. نادي هاتايسبور التركي ذكر أن جميع اللاعبين والأطقم التقنية والطبية بخير وتم التواصل معهم بعد الزلزال، ما عدا اللاعب كريستيان أتسو والمدير الرياضي نانز صفوت ومترجم الفريق وعنصر بالطاقم الفني. يذكر أن الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين ومناطق في سوريا يعد الأعنف من نوعه، بلغت قوته 7.8 درجة، خاصة وأنه قريب من مناطق تمركز السكان، مما نتج عنه سقوط عدد كبير من الضحايا اليوم الاثنين.